السلام عليكم ورحمة الله، كيفكن يا شباب؟ إن شاء الله جميعا بخير. شرح جديد وطريقة جديدة، وشرحنا اليوم يا شباب كيفية تفعيل رقم أذربيجاني، رقم جديد من برنامج سافيوم، ووصول كود التفعيل بثواني بدون أي مشاكل، واستخدام برنامج سيرفرات شغال تمام. جميع الخطوات بهذا الفيديو راح أضع لكم روابط البرامج المستخدمة في الشرح أسفل الفيديو في الوصف. أول خطوة صديقي بتثبت برنامج السيرفرات، ولازم يكون عندك النت شغال تمام. وفي البداية بتعمل له مسح بيانات أيضا لبرنامج سافيوم. نفتح برنامج السيرفرات، استخدمناه بشرح سابق، لا زال البرنامج شغال تمام. نضغط هنا على هذا الخيار في الأعلى، البرنامج كل سيرفراته أمريكيات يا شباب. هون يا صديقي بتختار أي سيرفر أمريكي، ويفضل تختار أول سيرفر أو تاني سيرفر أمريكي، بتضغط عليه، بتضغط على إشارة الدائرة وبتنتظر على البرنامج صديقي لحتى يشتغل معك تمام، وبتظهر معك في الأعلى علامة المفتاح، علامة الاتصال. بعدين بنتوجه إلى شرح برنامج لأرقام برنامج سافيوم. هلا خلصنا من برنامج السيرفرات، البرنامج الأول. نتوجه إلى شرح البرنامج الثاني، برنامج سافيوم. نعطيه السماح بالوصول للأذونات، ونضغط على خيار إنشاء حساب جديد. مثل ما تعودنا بأول سطر صديقي بتحط أي اسم من اللغة الإنجليزية، لازم تحفظ الاسم. وبتاني وتالت سطر بتحط كلمة باسورد، بتحفظ الاسم وكلمة الباسورد صديقي، بتاخده كوبي مثل ما بتشوف، بتضغط عليه ضغطة مطولة. بعدين بتضغط على إشارة التسجيل في الأسفل. بعدين بتضغط على المستطيل باللون الأسود، وهنا بتنتظر بهاي الواجهة من دقيقة إلى 5 دقائق. رح يعطيك أخطاء كتيرة ممكن، فبتكرر الضغط على المستطيل باللون الأسود مدة 5 دقائق. ترجع خطوة للوراء، رح يعطيك خطأ في الاسم. بعد ما يعطيك خطأ في الاسم تضغط على خيار لوج إن في الأعلى، بتضيف الاسم وكلمة الباسورد. رح يسجل معك دخول، ورح يعطيك رقم جديد، رقم من دولة أذربيجان، بنفس الخطوات اللي عم بقوم بشرحها أمامكم. أو صديقي بتنتظر هون بهاي الواجهة لحتى البرنامج يسجل معك دخول ويفتح على الواجهة الرئيسية. في ملاحظة يا شباب، ممكن صديقي أنت في بعض الأجهزة برنامج سافن بعد التحديث الأخير غير متوافق، ممكن تدخل على البرنامج يخرج معك بشكل تلقائي. فهون صديقي لازم ترجع للإصدار القديم، لأنه أحدث إصدار 16 على 40، فلازم ترجع للإصدار 14 على 23، رح تنحل معك المشكلة ورح يفتح معك على الواجهة الرئيسية. بتسجل بنفس الخطوات مثل ما بتشوفوا يا شباب. ننتظر على البرنامج لحتى يسجل معنا دخول. علق معي البرنامج، ممكن يسجل معي دخول بشكل تلقائي مثل ما بتشوف، سجل معي دخول بشكل تلقائي تقريبا خلال دقيقة ونص. نضغط على خيار سيتنج في الأعلى، على الأغلب راح يعطيني رقم من دولة أذربيجان، 99% الأرقام كلها من دولة أذربيجان. إذا ما ظهر معك الرسالة اللي بتحتوي على الرقم من فريق الدعم، تضغط على إشارة استفهام أو بتضغط على أول خيار. وصلنا الرسالة بتاريخ اليوم، التاريخ بيظهر أمامكم 10 أغسطس 10/8/2024. بناخد الرقم كوبي يا شباب من هاي الخانة، أو صديقي بتاخده من إشارة الاستفهام. رجعت لكم يا شباب، وقفت التسجيل لحتى أصبحت عندي رأس الساعة. لازم صديقي تطلب كود التفعيل على رأس الساعة، خلي إيدك سريعة. تأكد من صحة الوقت في جهازك، يفضل قبل رأس الساعة بثانية واحدة. على 59 ضغط موافق. تأكد بجهاز تاني جنبك. صحح الوقت في جهازك، خلي إيدك سريعة. استخدم واتساب أعمال أو واتساب الرسمي، ضغط موافق بشكل سريع. لازم يكون عندك النت شغال تمام مثل ما بتشوف مباشرة الرقم عد معي. بنرجع إلى برنامج سافيوم. إذا ما وصلك كود التفعيل بترجع بتكرر طلب كود التفعيل بنفس الخطوات. مباشرة وصلنا كود التفعيل بتاريخ اليوم 10/8/2024، 10 أغسطس بتاريخ الآن يا شباب. ها هي الرسالة اللي بتحتوي على كود التفعيل. بنحط كود التفعيل، وهيك فعلنا الواتساب برقم من دولة أذربيجان من برنامج سافيوم. شرحنا حل مشكلة برنامج سافيوم، حل مشكلة عدم وصول كود التفعيل، وشرحنا حل مشكلة خروج البرنامج. مثل ما بتشوفوا شرحنا جميع الخطوات الصحيحة لبرنامج سافيوم أو تطبيق سافيوم. بهاي الخطوات بإمكانك الحصول على عديد الأرقام.